ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي وتعملوا مشاركه للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل القرص الورده بالعجوه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، شايفين قد ايه شكل القرص الطريه بالعجوه وشكلها، شايفين ما شاء الله قد ايه طريه معايا وطعمها حلو قوي واحلى ما بنشتريها من المخابز كمان. شايفين ما شاء الله. هتحضريها وهتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة. عندنا المقادير بتاعتنا 3 كوب من الدقيق، وعندنا 3/4 كوب من الحليب على الماء يكون دافئ، وعندنا بيضة عليها ربع معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل، وعندنا 3 معلقة كبيرة من السكر و3 معلقة كبيرة من الزيت، وعندنا معلقة كبيرة من الخميرة ورشة من الملح على الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب كده كل المكونات مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. هنلاقي العجينة بتلزق معانا كده. بعد كده هنضيف الزيت وهنعجن لمدة 10 دقايق لحد ما تكون بالملمس اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله شكل العجينة؟ شايفين قد ايه طرية معايا مش بتلزق؟ هنبدأ اللي احنا نغطيها علشان تختمر. بعد ما اختمرت هبدأ بعد كده اللي انا افردها على الرخامة بتاعتي، وهبدأ اللي انا اقطعها كده بأي قطاعة او بسكينة بالطول كده. وبعد كده هقسم القطعة دي بالنص كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هاخد كل قطعة، وطبعا عندنا العجوة بتاعتنا بنسيحها علشان تكون سايحة معانا. بنحط عليها معلقة كبيرة من اللبن ومعلقة كبيرة من السمنة السايحة، وهنقلبهم مع بعض لحد ما تكون بالقوام ده. بعد كده هبدأ اللي أنا أفرد العجين بتاعي، وبعد كده هاخد قطعة من العجوة واحطها كده وابدأ ألم. وبعد كده هجيب غطا إزازة واحدد كده من النص علشان تديني شكل الوردة الحلو ده. باخد قطعة من العجين بفردها كده مدورة، وبعد كده باخد قطعة من العجوة بفردها برضو، وبعد كده بلم العجين. وبعد كده ببدأ اللي أنا أفردها كده واجيب غطا الازازه بالنص كده وابدا بالمقص اقصها كده على شكل الورده، واحط رشه من السمسم في النص كده. شايفين ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهوله. باخد كوره او قطعه من العجين بفردها كده على شكل دايره، وبعد كده باخد قطعه من العجوه بحطها وبقفلها كويس، وببدا افردها وبحددها بغطا الازازه وبقصها بالمقص كده تديني شكل الورده. هبدأ بعد كده اللي أنا أغطيها تاني علشان تختمر. بعد ما اختمرت معايا بعد ساعة هبدأ أجيب معلقة من الحليب على بيضة أو رشة من الفانيليا ومعلقة خل صغيرة. ولو مش متوفر عندك بيض حطي حليب بس. ولو مش متوفر عندك حليب هتحطي معلقة من البن على معلقة من المية وتدهني وش العجين بتاعك كده. دخلتها الفرن على حرارة 200 شغال قبلها بربع ساعة في الرف اللي في النص. أول لما أخدت لون دهبي من تحت شغلت عليها الشواية على نفس الرف. شايفين ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن قعدت معايا حوالي نص ساعة في قلب الفرن. بعد ما خرجت من الفرن جبت معلقة كبيرة من الزبدة تكون سايحة وبدأت كده أدهن وش القرص. شايفين ما شاء الله شكلها؟ أو ممكن تدوها بخة من المية وتغطوها 10 دقايق. شايفين ما شاء الله قد ايه طرية معايا وطعمها حلو قوي واحلى من المخابز. شايفين ما شاء الله شكل القرص؟ ما شاء الله طعمها حلو قوي